على مر التاريخ تعيش دول العالم مخاوف الإصابة بأحد الأمراض الفتاكة التي تهدد حياة الإنسان، حيث تظهر بين وقت وآخر فيروسات تشكل هاجساً في حياتنا. وعلى الرغم من التطور العلمي والتقدم في مجالات الطب، إلا أننا نعيش تحت وطأة هذه الفيروسات ونتخذ الإجراءات الاحترازية كافة التي من شأنها وقايتنا وحمايتنا من الإصابة، خاصة مع ازدياد حالات المرضى والوفيات بهذا الفيروس والذي ما زال غامضاً. إنه فيروس كورونا الشرق الأوسط. تعتبر فيروسات الكورونا من الأمراض المهمة عالمياً في الوقت الراهن، حيث إن معظمها تصيب الخلايا في الجهاز التنفسي أو المعوي، مما يتسبب بالتالي في حدوث ظاهرة وبائية. بدأ خطر كورونا في العام 2012 مع وفاة أول حالة مصابة بالفيروس، وحينها قامت منظمة الصحة العالمية بإصدار تحذير عالمي عن ظهور نوع جديد من فيروسات كورونا، ونتيجة لانتشاره في المملكة العربية السعودية وارتفاع عدد الوفيات بها وعدد الإصابات، ثم انتقاله لبعض الدول العربية ومنها مصر، أطلق عليه فيروس كورونا الشرق الأوسط. ويعتقد بعض الباحثين أن الفيروس قد تحور واندمج مع أنواع أخرى حيوانية وبشرية وتزيد من خطورة الفيروس، وبالتالي يفشل الجهاز المناعي في التعرف والقضاء عليه. وهنا تصبح الحاجة ماسة وضرورية لإجراء دراسات على الأمصال البشرية في المنطقة التي تفشى فيها المرض، لمحاولة الوصول لأدوية مضادة للفيروس معتمدة وفعالة. أهلا بحضراتكم مرة أخرى. الحقيقة أنه عدد كبير من المصريين مسافر في عمرة وعنده أرق كبير جدا من انتشار فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية، مش عارف هل ممكن يكون حامل المرض، إزاي هيرجع على بلده، إزاي ممكن يقضي عمرة سليمة، لدرجة أن البعض بدأ يفكر في تأجيل العمرة أو تأجيل حتى الحج وإلغائه هذا العام خوفا من هذا المرض اللي بدأ ينتشر حتى في أمريكا. سمعنا بعض حالات ظهرت في أمريكا، مش بس على مستوى آسيا ولا على مستوى الدول الافريقيه، ولكن ايضا انتقل اذا لدول امريكيه واوروبيه. ومن هنا بياتي التساؤل، ايه هو كورونا ده؟ واحنا فعلا مش عارفين نسيطر عليه، هل لسه ملوش علاج؟ ومدى تشابهه مع اعراض الانفلونزا الطبيعيه؟ والاجراءات الصحيه اللي ممكن نعملها علشان نتفادى هذا المرض؟ كل دي اسئله لابد ان نعرضها على متخصص. النهارده بيشرفنا دكتور سيد سالم، رئيس بحوث بمركز البحوث الزراعيه واستاذ الفيروسات. اهلا بحضرتك معنا يا فندم، ويسعد صباحك. اهلا بيك دكتور سيد، منورنا. واهلا وسهلا استاذ حازم. الله يكرمك. يعني الامراض المشتركه بين الانسان والحيوان كتيره قوي، وخصوصا الامراض الفيروسيه. فهل كورونا ده حاجه قديمه وظهرت بشكل جديد، يعني عتره جديده مثلا من الانفلونزا، ولا ده حاجه يعني مستحدثه تماما نعرف اصلها من حضرتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بنشكر دعوه البرنامج، والحقيقه هي ملهاش علاقه بالانفلونزا تماما. يمكن هي ليها علاقه بتشابه الاعراض، لان حتى احنا بنسميها الميرز كورونا او النوفيل كورونا اللي هو الجديده، والميرز جايه من الميدل ايست ريسبيراتوري سيندروم او المتلازمه التنفسيه للامراض الفيروسيه. وبالتالي هي ميكروب او فيروس بيتشابه اعراضيا مع عديد من الامراض، منها الانفلونزا الطيور، الكومن كولد بتاعت الانسان اللي هو البرد العادي بتاعنا دون، الموسميه دي موسميه. ممكن انفلونزا الخنازير، كل ده بيعمل نفس الاعراض. لكن هي ما كانتش في حيوان وانتقلت مثلا زي الخنازير والطيور والكلام. لا، هو الفيروسات دي بتصنف عائلات زي البني ادمين. ايوه ان في عائلات فيروسيه، ده ان في
كورونا فيريدي اللي هو عائله الكورونا، والكورونا دي جايه من كراون اللي هو التاج. هو شكل الفيروس زي التاج بالظبط. هو مميز جدا يعني تحت الميكروسكوب الالكتروني، بان هو بيبقى فيه اماكن متفرغه وزوائد موجوده على الحواف بتاعه الفيروس، وبالتالي بتدينا ايحاء بان ده شكل التاج. حتى في بعض موديلات عربيات بيسموها كراون او حاجه زي كده برضو، على اساس واخد من كلمه كورونا. الاشتراك هنا مش انفلونزا، ولكن هي بتحدث نفس الاعراض اللي بتحدثها الانفلونزا. والانفلونزا دي مش نوع انفلونزا، لا خالص، هي نوع لا فيروس. ده الانفلونزا ده فاميلي، ودي فاميلي منفصل تماما. طب هل ثبت اسباب ليها؟ يعني اسباب الكورونا ايه؟ اسباب المرض هو فيروس الكورونا اللي هو بينتقل. يعني طبعا الكورونا دي لها مراحل. المرحله الاولى يعني دايما بتعمل لنا حاجه اسمها وفيات النتاج الحديث، زي سواء كان اطفال او حيوانات. بس في الفتره اللي هي من الولاده الى شهرين، ودي بتعمل نوع من الاسهالات الشديده جدا، ممكن يبقى فيه قيء بسيط، وبتحدث نسبه وفيات الى حد كبير عاليه بالنسبه للحيوانات اللي هي الرضيعه او الوليده. يعني الكورونا دي بتصيب الحيوانات؟ طبعا من ضمن الامراض، ولها لقاحات للحيوانات بالمناسبه. يعني في تحصين للحيوان اللي هو مش الحيوان الوليد اللي بتحصن، ولكن الام اللي هي اللي بتبقى عشار او حامل، هي اللي بتتحصن قبل فتره الولاده بشهرين. طب بينتقل من الحيوان للانسان؟ ده نوع اللي هو بقول لحضرتك ان هو ممكن طبعا ينتقل من الحيوان للانسان ويحدث نفس الاعراض اللي هي الاسهالات، وبس طبعا في الاطفال، ما هواش في الكبار. البالغين ما فيش تاثير فيها خالص. النوع الجديد اللي هو عمل لنا نقله في سنه 2002 اعتقد، اللي هو السارس. نفس القصه، هو نفس الفاميلي، ولكن كانت في شرق اسيا بالظبط كده، في الصين. احدث نوع جديد من الاعراض، وهي الاعراض التنفسيه. وكان هو دوت اللي هو اللي بنسميه التحور او تغير شكل الفيروس او التغير. النوع الجديد اللي جالنا في 2012 وبدايه من السعوديه، وفي عمان، وفي حوالي 9 دول منها ايطاليا وفرنسا. ده دليل على ان الموضوع مش مرتبط بدول العالم الثالث فقط، ولكن يعني برود، لانه هو بينتقل عن طريق الهواء، دروبلتس او الرذاذات بتاعت العطس او الكحه او الاماكن المغلقه، زي الانفلونزا بالظبط كده، زي الانفلونزا. السايكل هنا الجديده الحقيقه، عشان كده بيسموه النوفيل او الميدل ايست كورونا، ده اللي هو المتلازمه الشرق الاوسط للامراض التنفسيه. الجديد فيها ان هذه الدايره بقى فيها حيوان. جاب الحيوان دوت العدوى دي منين؟ بيرجع لان في الباتس او الخفافيش، دي داخله في المنظومه، وبيرجع بعد كده للانسان. يعني احنا عندنا 3 انواع من العائل او اللي ممكن يتنقل له المرض، وهو الانسان في المرتبه الاولى، الحيوان اللي هو ممكن يكون الجمال اللي هو المتهم الاساسي في هذا الموضوع، عشان كده منتشر في السعوديه بالظبط. الباتس او الخفافيش اللي هي بتبقى متلاصقه مع الاماكن اللي فيها الجمال. طبعا الباتس او الخفافيش دايما بتبقى في كهوف، وطبعا دول بيطيروا، هو طبعا ثدييات ولكن طائره. بيبقى معظم اليوم اللي هو الداي لايت، يعني ما بي في وضح النهار ما بيطلعش، انما بيطلع بالليل كويس. ممكن قوي من برضو الدروبلتس او الرذاذات بتاعه الخفافيش المصابه دي تنتقل. دي طبعا نقطه استفهامات لسه في بعض الفحوصات على المصدر دون بيجي منين، ولكن في بعض الحاجات عزلت فعلا من الخفافيش حالات، لذلك ربطوا هذه السايكل بس معنى كده ان البلح اللي موجود في النخيل اللي هو بيبقى في بعض الأحيان مكان للخفافيش ممكن يكون برضو من أسباب انتشار المرض، وبالتالي ده بيفسر ليه يعني منتشر في بعض الدول أو متوطن في بعض الدول وخطير زي السعودية. احتمال، ولكن أنا دايما في حاجة اسمها النظافة العامة.
انا يعني ما فيش حاجه اسمها ان انا بجيب البلح من على النخله واكلها. يعني هو يعني دي اسمها نظافه عامه. وفي واحد بيبقى شويه زي الله يرحمه الفنان عبد الوهاب مثلا، عنده موسوس، فتلاقيه بيغسل البلحه دي بالليفه والصابونه مثلا. احنا مش عايزين لا دي ولا دي، احنا عايزين حاجه اسمها النظافه العامه. النظافه العامه ان انا هيجي لي بلح طفر من المصدر بتاعه، لابد ان يتغسل. الفيروس بالمناسبه في منتهى الضعف، يعني ممكن قوي مش اشعه الشمس، اشعه اللمبه اللي هي منوره مزغلله عينيا دي فممكن قوي دي تقضي عليه لو في خلال دقائق، يعني لان هو في منتهى الحساسيه للحراره، في منتهى الحساسيه للاجواء اللي هي الجافه او فيها دراينس يعني. ممكن اي مطهر خفيف جدا يقضي عليه. طب هو ممكن يصيب الانسان ويعدي منه عادي الا لو كان عنده حالات غير عاديه زي السكر او الضغط او غيرها من الامراض المصاحبه؟ سؤال وجيه جدا الحقيقه. هو في بقى هنا نقطه التخوف، وبرضه مش عشان نرهب الناس ولكن عشان نخليهم في حذر من هذا. نسبه الوفيات بالنسبه للسارس اللي هو كان في 2002 لا تتعدى 10%. نسبة الوفيات بالنسبة للكورونا اللي هو الجديدة اللي هي الميرز ممكن من 30% ل 60% من الإصابات، ولكن هذه الإصابات زي ما حضرتك بتقولي بتكون متلازمة مع بعض الأعراض اللي هي بتبقى واحد عنده التهاب في الكبد، في الكلى، في القلب، أو في أي حاجة في جهاز المناعة أو الجهاز التنفسي إلى حد كبير. ده اللي بيتأثر ودون اللي ممكن لذلك احنا دايما لما بنيجي نعرض، ويمكن كان في هنا لقاء قبل كده اما بتقولي لي رقم الوفيات، بتقولي لي ده في 400 حاله ماتت على مستوى العالم مثلا كرقم. هو جاست وان كيس انا اقلق يعني، لان ده بني ادم في الاول وفي الاخر ملوش القيمه بتاعته لا تقدر. ولكن لما باجي افند ال 400 حاله لابد ان انت تقولي لي الفتره العمريه. لا الفتره العمريه يعني السن اللي ماتوا دول كبار اطفال هتلاقي باقل من 6 سنين اكتر من 70 سنه. كويس، يبقى انا الفتره العمريه دي لابد ان انا اعرف ان دي في شيخوخه وهنا في طفوله مفيش مناعه، وهنا برضو مفيش مناعه، يبقى دول بحسبهم ان هو مش سبب مباشر. طيب بقيه الاشخاص اللي توفوا كان الاعراض بتاعه الحاله المرضيه بقى زي حضرتك بتقول. الحاله المرضيه دي والله ده الراجل ده كان بيشتغل في مصنع نسيج وعنده رب، ده كان عنده هيباتيتس، ده كان عنده فيروس سي كذا اللي هو الفيروس سي وهكذا. يبقى اذا انا لما باجي اشوف الكلام ده اهو هتلاقي في واحد ممكن يكون ظاهريا صحته كويسه جدا ولكن كان متلازم مع الحيوانات. كان واحد بيشتغل في مجزر، واحده نيرسنج التمريض، فده كله لابد انه يوضع في الاعتبار علشان ما يجيش نقول ده. طبعا هو طبعا اعمار بيد في الاعلام عليه دور هام جدا في نقل الصوره الحقيقيه. يعني انا يجب على اللي هو بيطلع الخبر الحقيقه ان هو يقول اللي انا بقوله دون بالظبط، ان في حالات عمريه في 5 وفيات، هو يروح كاتب 5 وفيات ويسكت وخلاص. الناس كلها طبعا تخاف، ولابد ان هو يفند لي هذه ال5 وفيات فيهم 2 كبار في السن، فيهم طفل، فيهم واحد يعني بيشتغل في الاماكن الفلانيه. دلوقتي حضرتك بتكلمنا عن انه المرض ده يعني ممكن ينتقل من الانسان للحيوان. احنا عندنا دلوقتي استيراد لعدد كبير جدا من الحيوانات القادمه لمصر واللي بتاتي عبر الحدود من دول ممكن يكون فيها كورونا. الاجراءات اللي يجب اتخاذها علشان نتاكد ان الحيوانات القادمه دي واللي احنا هنستخدمها في عيد الاضحى او بنستخدمها في الاسواق في رمضان او غيره هتكون خاليه من كورونا، وانها مش هتصيب الناس اللي بتراقب عليها في المنافذ الجمركيه او غيرها من المناطق. لا اكيد طبعا بيبقى في اجراءات محجريه سواء كان حجر صحي او حجر بيطري بالنسبه للفيزيتورز بتوعنا او الزائرين القادمين من الدول، وخاصه اللي احنا دلوقتي في مرصود 9 دول اللي هي اللي فيها الاصابات وفيها وفيات، في دول خليجيه، في دول اوروبيه، في امريكا. لابد ان انا احط هذه الليسته قدامي
واكون اعمل مراقبه صحيه. الحجر البيطري والصحي بالظبط. الحجر البيطري طبعا بيكون اسهل ان الحيوانات تدخل محاجر، وممكن قوي اخليهم يقعدوا فتره الى ان يعني اطمئن ان مفيش اي مشاكل او اعراض ظاهريه عليهم. ومع الفحص المعملي طبعا بالنسبه للجزء ده في فحوص معمليه بتؤكد او تنفي وجود المرض او الاصابات. طيب وكذلك برضو في الحجر الصحي. طيب النقطه اللي يعني عايز راي حضرتك فيها، رايك الشخصي وقناعاتك العلميه بقى على مدى تاريخك. يعني يا دكتور هفكرك، وطبعا الناس كلها اكيد فاكره الموضوع ده، في موضوع انفلونزا الخنازير والبزنس العالمي اللي تم حوالين الادويه والتاميفلو كانت انفلونزا الطيور كمان، وانفلونزا الطيور والمصل بالظبط. ومصر استوردت يعني مليارات صحيح تاميفلو وامصال، واعتقد الاكسبايرد ديت بتاعها خلص. فقيل في ذلك الوقت ان مافيا شركات الادويه العالميه لازم كل شويه كده تعمل حاله رعب عند الناس بفيروس جديد علشان تقدر ان هي تسوق وتبيع والمسائل دي تمشي. هل احنا بنهول ولا بنهون هنا في موضوع الجديد ده، الزائر التقيل الجديد الكورونا؟ شوف حضرتك، هو في دايما في جزئيتين، الجزئيه التجاريه والجزئيه العلميه. كويس. بلا شك ان في جزئيه تجاريه وفي استغلال للظروف الانسانيه دي، لان الشركات ومبث الرعب والبتاع 50 ماتوا هنا و20 ماتوا هنا، وبدليل ان بتصل هذا الهلع الى الحكومات طبعا. لان لما جينا اشترينا التاميفلو والى اخره ما كانش سيد او سين او صاد اللي بيشتري، ده الحكومه. وبالتالي دي ميزانيه كبيره جدا. وطبعا بيبقى معروف برضو الخلفيه اللي وراها ان في يعني بزنس كبير، وفي ناس معينين بيبقى بيديروا هذا متحكمين في السوق ده. هذا كويس. احنا قلنا مافيا الادويه دي معروف. الجزء العلمي وهو ان لا في مرض فعلا، لان كان في ناس بيقول لك لا ده هم بيوهموا الناس علشان يعملوا، لا في مرض. وفي مرض اسمه انفلونزا الطيور، وفي مرض اسمه انفلونزا الخنازير. ايوه، ما هو في مرض احنا مش مختلفين خطورتهم. هل يعني الرعب اللي متجسم قدام الناس، ولا يعني لا ليها حالات طبعا لا، هو زي ما بقول لحضرتك ليها اشتراطات يعني. ايوه الفيروس بصفه عامه في منتهى الضعف خارج الجسم. المشكله ان هو لو دخل الجسم مش معنى لما دخل الجسم يعني الحاله دي هتموت، لا، انما بمعنى ان هي زي ما قلنا ان ممكن يبقى في عوامل اخرى بتسبب الوفاه بجانب العامل الجديد اللي هو بتاع العدوى الفيروسيه. ولكن بصفه عامه تجنب بعض المخاطر زي الزحام، زي المواصلات العامه في الزحمه اللي عندنا، لازم نركب ماسك مثلا او غطاء الانف والفم. لا، وشويه حاجات برضه يا دكتور زي شرب الشيشه مثلا في القهاوي. طبعا، ما دي كلها يعني عادات غير صحيه، حاجات يعني غير بالنسبه لكل الامراض يعني في بالظبط. حتى السل والى اخره برضه داخله. بس في موضوع زي كده يعني ما ينفعش واحد يروح يقعد في القهاوي ويشرب شيشه من بق ده لبق ده لبق. ما هو بقول لحضرتك بناخد الاجراءات الاحترازيه في الاوقات اللي هي بتبقى فيها المشاكل دي. تجنب مثلا زي العمره، الملاعب كرة القدم في اثناء الماتشات والزحمه، اي حاجه فيها زحام او اماكن مغلقه. طب عايزين نعرف الاعراض برضه دكتور تاني، وننبه مرارا وتكرارا الاعراض عشان الناس بتبقى قلقانه. اي حد بيجي له دور برد بيفتكر انه يعني لا قدر الله ده حاجه ثانيه، لان هي الاعراض متشابهه، فنعرف ازاي نفرق. بالظبط. الاعراض غالبا هي الاعراض بكل اسف هي يعني الى حد كبير صوره واحده، اللي هي في كحه، السعال، قد يكون السعال جاف او يعني رطب، ممكن يكون في حراره. كويس. في ممكن يكون في حراره وممكن ما يكونش فيه، وممكن ما يكونش فيها حسب مناعه الجسم. يعني الحراره بترجع لمناعه الجسم. بس كان في انفلونزا الخنازير يقول لك يعني الاشاره الواضحه قوي ان يبقى في حراره. هو لا، ما انا بقول لحضرتك على حسب المناعه، ولكن هو من المفترض ان لما بيحصل فيرميا او
الدوران الفيروس في الدم بتعمل حراره. ولكن انا قد اكون انا مناعتي قويه، حضرتك مناعتك مثلا 50 60%، الاستاذه مناعتها مثلا 75%، في واحد مناعته 30%. هنا بتفرق، هتبص تلاقي الاعراض العامه موجوده ولكن الحراره هنا هتختلف. احيانا بيبقى في اسهال وقيء، ودون مش دايما. هنا ممكن يبقى ده العرض الاساسي المختلف بالنسبه للكورونا. هتكون اقرب يعني وكانها نازله معويه مصاحبه الكلينيشيس او الدكتور اللي بيعالج بالسماعه ممكن يشوف هل المشكله في الجزء العلوي من الجهاز التنفسي او الجزء السفلي. في الجزء السفلي غالبا بتكون زي السارس كويس، او الجزء العلوي اللي هو الميرز كورونا بيبقى في العلوي والسفلي، فهو ممكن يبقى فيه التفرقات اللي هي الكلينيكيه. طبعا من زي ما بنقول اللي هو عشان نخلص الكلام دوت ويبقى كونفيرمد ومؤكد ان احنا نعمل معمل تحليل بس علشان يبقى احنا ده تحليل دم ولا يعني اسمه ايه بحيث الناس تبقى عارفاه؟ هو التحليل بيبقى ممكن يبقى واخد عينه دم وممكن ياخد عينه من الزور على اسوابس او مسحه من الحلق. دي بتبقى في طبعا اختبار اسمه PCR ممكن قوي بيطلعه بسهوله، المتتابع ده. بالظبط كده. طيب لما حضرتك قلت لنا ان الحيوانات ليها مصل ليها مصل للفيروس ده، فيروس كورونا، عملوا مصل لفيروس كورونا للانسان؟ المصل هنا مش للميرز كورونا الجديد، خلي بالك، للكورونا اللي هي بتسبب وفيات في العجول حديثه الولاده او الاطفال حديثه الولاده. ده المصل زي ما عشان كده بقول لك بتاخده الام وليس المولود. قبل الولاده. ليه بقى تاخده الام؟ علشان لما الطفل دون او الحيوان يرضع من امه بعد الولاده بيكون مجهز في ما يقال عليه السرسوب او اللبن اللي هو بعد الولاده مباشره، بيبقى فيه كميه اجسام مناعيه مضاده للفيروس بصوره عاليه جدا نتيجه اللقاح اللي هو اخذته، وبالتالي بتنتقل هذه الانتي بوديز او الاجسام المناعيه الى المولود. بتقعد معاه فتره يمكن اكتر من 3 ل 6 شهور على حسب الحاله الصحيه بتاعه المواليد. عايزين نختم نهائيا بقى بازاي نحمي نفسنا، يعني الارشادات العامه كده نقولها للساده الجماهير. بالتاكيد احنا يعني الوصايا العشر اللي كنا بيكتبوها على صفحه الكراسه زمان، غسل اليدين قبل وبعد الاكل، وتجنب الاماكن المزدحمه، والماسك اللي بيتحط، وممكن او لو في ناس ليهم ريليشن او علاقه قوي بالتمريض طبعا يبقوا حذرين في التعامل مع المريض، والمخلفات اللي هي بتخرج او زي التيشو او يعني الحاجات اللي بتخرج الحاجات الخاصه بالمريض يعني المفروض ان هي طبعا دي بتعقم او بتدخل اوتوكلاف الاول على اساس تتعقم. الناس اللي في الزحام زي ما قلنا بلاش ان احنا نبقى في المناطق الزحمه دلوقتي. الناس اللي ليهم علاقه بالحيوانات برضو يكونوا حذرين في التعامل. وكلمه حذرين يعني الله، طب انا بقى عندي جمال وعاوز اكلم الراجل كان بيتحدى بيقول لك انا ببوس الجمل. يعني ده اللي احنا نقصده، انا لا تلقوا بايديكم بانفسكم يعني لا داعي ان انت يعني العنتريه دي يعني احنا اتفضل. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور سيد سالم، استاذ الفيروسات في معهد بحوث صحه الحيوان. شكرا جزيلا، شرفتنا، ويا رب كده ان شاء الله يعني يكون زي ما بنقول كلام عن مرض، لكن ما يكونش هذا الكلام على ارض الواقع له حقيقه. يعني شكرا جزيلا حضرتك، شرفتنا دكتور. تحيه. مشاهدينا فاصل وهنرجع لحضراتكم باخر فقراتنا، ومن خلالها هنشوف ازاي ممكن نصوت على الانتخابات او اي نوع من انواع الانتخابات، مش لازم الرئاسيه، بنظام التصويت الالكتروني. نسمع كتير عن التصويت الالكتروني لكن دايما بيبقى فيه عقبات امام تنفيذه. هل في افكار جديده؟ ده اللي هنناقشه في الفقره القادمه ان شاء الله.